السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. يلا بينا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا كلنا. ربنا يعود عليكم الأيام بخير. طبعا انا رجعت لكم بعد غياب طويل، بس ساعدوني كده عشان الفيديوهات بتاعتي تكبر، وهتكبر بيكم ان شاء الله. عايزة اقول لكم انا عملت اكل ايه النهاردة. دي الكنافة بس لسه ما سقيتهاش العسل، هسقيها. وعملت عصاير، عايزة اوريكم العصاير اهو. ده تمر، وده قمر الدين اهو. القمر الدين اهو، شايفينه في الازايز. وحاطه طبعا في شفشق كبير كده ازاز، عامله فيه بلح وتين وقراصية ومشمشيه. وعايزه اوريكم كمان الطواجن اللحمه اهي، شايفينها. وهوريكم كمان انا عامله ايه تاني. عامله جلاش، شايفين اهو. حاطه جبنه موتزاريلا فوق الوش، وعامله مكرونه بالبشاميل بس لسه ما دخلتهاش الفرن. هرجع لكم تاني لما تخرج واحضر السفره ونشوف الفطار بتاعنا ايه النهارده. متنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب علشان القناه تكبر بيكو، وفعلوا زر الجرس اللي ما اشتركش عندي في القناه يشترك. ورمضان كريم علينا كلنا، وربنا يتقبل منكم الصيام والقيام وصالح الاعمال. اشوفكم على خير اما نحضر السفره ان شاء الله. انا عملت الكنافه بقى، وبعد ما طلعت من الفرن سبتها لما بردت خالص، بارده اهي خالص، ما فيهاش اي سخونه. والعسل بتاعي اللي هو القطر، زي ما السوريين بيسموه، انا عملته وبيبقى دافي، ما يبقاش سخن قوي، هو دافي. بنحاول نسقي الكنافه وهو بارد مش سخن، نسقيها اهي زي ما انتوا شايفين. انا عاملاها بالكريمه، هبقى اعملها مره معاكم ونشوف الخطوات بتاعتها ايه. بنسيبها بقى لما تشرب العسل كله، وبعد كده لما نقطعها كمان هوريها لكم في الطبق بعد الفطار ان شاء الله شكلها ايه. انا قلبتها علشان الشكل الجميل اللي انتوا شفتوه ده. بعد ما بسويها طبعا ما بضغطش عليها الا تحت في الرف الاولاني، وبعد ما بضغط عليها بحط القشطه، وبعد كده الطبقه اللي فوق ما بحطش، ما بدوست قوي عليها، بس بدوس بالراحة عشان تستوي معايا. وزي ما انتوا شايفين اهي شكل الكنافة، شايفين شكلها عامل ازاي اهي. اما اقطعها واوريها لكم ان شاء الله. بعد ما حضرت السفرة عايزة اوريكم السفرة بتاعتي النهاردة شكلها ايه اهي. شايفين يا حبايبي؟ يلا اتمنى لكم صوما مقبولا وافطارا شهيا. مع زينة كيتش، مع السلامة.